أهلا بيكم، معاكم مغازي. النهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات أفضل 5 أفلام مصرية لكل سنة من سنين الألفية الجديدة. النهاردة هنستعرض أفضل 5 أفلام مصرية سنة 2007 من وجهة نظري. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. الفيلم الخامس فيلم عجميستا، اتعرض يوم 13 يونيو سنة 2007، تأليف وإخراج طارق عبد المعطي. الفيلم يعتبر واحد من الأفلام اللي قدرت تعبر عن التناقضات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع المصري بشكل مؤثر. الفيلم بيحكي عن حكاية شابين من عالمين مختلفين تماما، عز وهيبة أو شجلوف، اللي مصائرهم بتتشابك بشكل غير متوقع في منطقة العجمي باسكندرية، وبتبدأ رحلة مليانة صراعات وتحديات بتغير حياتهم. عز شاب من عيلة غنية عايش في حياة مستقرة ماديا، لكنه مش لاقي نفسه. حلمه انه يبقى كاتب كبير، لكن معاناته مع تحقيق الحلم ده مش مجرد عقبات مهنية، بل كمان صراعات داخلية مع أسرته اللي مش مقتنعة باختياراته. عز مش بيلاقي الدعم اللي محتاجه من اللي حواليه، وده بيخليه دايما في حالة بحث عن ذاته وعن معنى الحياة. على النقيض هيبة شاب بسيط من منطقة شعبية بيشتغل أي حاجة عشان يقدر يعيش هو وأسرته. حياته كلها شقة، لكنه مليان أمل وطموح إنه يغير ظروفه الصعبة. الأحداث بتبدأ لما عز بيقرر يهرب من ضغط الحياة ويعيش تجربة مختلفة في العجمي، وهناك بيتقاطع طريقه مع هيبة. ومن هنا بيبدأ الفيلم في عرض الفوارق الطبقية اللي بتفصل بين عز وهيبة، لكن في نفس الوقت بيبين إزاي المعاناة الإنسانية بتجمعهم. فيلم بيكشف تفاصيل حياتهم اليومية، وبيورينا الصعوبات اللي كل واحد فيهم بيواجهها، سواء من ناحية المجتمع أو النفس. عجميستا مش بس فيلم بيتكلم عن الصراعات الاجتماعية، لكنه كمان فيلم عن الإنسانية، عن الحلم. فيلم بيعكس واقع المجتمع المصري، وبيقدم رسالة إنسانية بتقول إن رغم التفاوت الطبقي، قيم الإنسانية هي اللي بتجمعنا في النهاية. الفيلم الرابع فيلم خارج على القانون، اتعرض يوم 20 ديسمبر سنة 2007، وده العمل السادس بين الثلاثي، المخرج أحمد نادر جلال والمؤلف بلال فضل والنجم كريم عبد العزيز. القصة بتبدأ بحكاية مأساوية بتسيب أثر عميق في شخصية عمر اللي قدمها كريم عبد العزيز، اللي شاف أبوه بيموت قدامه وهو طفل صغير بعد ما استسلم لقوات الشرطة، لكنهم غدروا بيه وقتلوه برصاصهم. اللحظة دي قلبت حياة عمر رأسا على عقب، وخدت عيلته في دوامة من الألم والخوف. عمر ملقاش طريقه غير إنه يقع في حضن سيد السويسي اللي قدمه الفنان حسن حسني، تاجر المخدرات الكبير اللي خد عمر تحت جناحه ورباه على قواعد العالم السفلي. عمر كبر وبقى الايد اليمين لسيد السويسي، وبدأ يشتغل في تهريب المخدرات وتنفيذ الصفقات، وفي نفس الوقت كان بيحافظ على صورة الإنسان المثالي قدام أمه وإخواته. كان بيداري حياته عشان يحميهم من خطر العالم المظلم اللي عايش فيه. قصة حب عمر وهنا كانت مليانة تناقضات. عمر كان بيحبها فعلا، لكنه اختار الزواج العرفي عشان يحميها وما يخليش حد يستخدمها ضده. الحب ده كان بمثابة نقطة نور في حياته المظلمة، لكنه برضه كان مرتبط بمسؤولياته وعالمه الإجرامي. الحبكة بتبدأ تاخد منحنى تاني لما ضابط الشرطة أشرف اللي لعب دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغني بيدخل الصورة. الضابط بيحاول يضغط على عمر عشان يشتغل مرشد ويكشف جرائم سيد السويسي. الحقيقة مرة اتكشفت لما عرف إن سيد السويسي هو اللي أمر بقتل أبوه عشان تمرده وقرروا إنه يسيب تجارة المخدرات. الفيلم بينتهي بمشهد ملحمي بيجمع بين الماضي والحاضر. عمر بيلاقي نفسه في نفس الموقف بتاع أبوه، لكنه بيختار إنه يواجه مصيره بشجاعة، المواجهة الأخيرة اللي كانت بينه وبين سيد السويسي. فيلم خارج عن القانون فيلم أكشن، وكمان رحلة إنسانية بتتناول الصراع بين الخير والشر والعدالة والانتقام. الفيلم الثالث فيلم الجزيرة، اتعرض يوم 18 ديسمبر سنة 2007، واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية اللي حاولت تقدم ملحمة شعبية بأسلوب سينمائي مميز. قصة وإخراج شريف عرفة وسيناريو محمد دياب. فيلم الجزيرة مبني على قصة حقيقية واقعية، وشريف عرفة صنع ملحمة شعبية بأسلوب عصري، وقدم رؤية ناقشت قضايا زي السلطة والخير والشر والمصير. القصة بتبدأ مع منصور اللي لعب دوره أحمد السقا، الشاب اللي اتربى في عيلة كبيرة بتشتغل في تجارة المخدرات. أبوه اللي لعب دوره محمود ياسين كان شايف فيه الكبير الجديد للعيلة رغم اعتراض الكل، ودي كانت أول خطوة في خلق صراع داخلي للشخصية. شخص مجبر على حياة ما اختارهاش، لكنه استسلم ليها، وورث منصور عن أبوه المال، السلطة، وزراعة وتجارة المخدرات، وحول كل ده لمصدر لقوته. الصراع اللي بين منصور وعيلة النجايحة بيخلق خط درامي ملحمي، خصوصا لما الحكومة بتدخل على الخط وتضيف بعد جديد للأحداث. الموسيقى التصويرية كانت أكتر من رائعة، خصوصا إنها قدرت تعكس الحالة النفسية لكل مشهد. في لحظات الأكشن كانت الموسيقى مشتعلة،
في المشاهد الرومانسية بين منصور وكريمة اللي لعبت دورها هند صبري كانت ألحانها هادية ومليانة مشاعر. التصوير كمان لعب دور كبير، خصوصا في نقل صورة حقيقية للصعيد، وزوايا الكاميرا كانت مدروسة بدقة عشان تعكس قوة الشخصيات وهيبتهم. أما مشهد الهجوم والاقتحام الأخير في النهاية فكان قمة في الإثارة والإبداع من طاقم العمل كله. أحمد السقا قدم في الفيلم ده واحد من أفضل أدواره على الإطلاق. شخصية منصور كانت معقدة بين القوة وجنون العظمة. السقا قدر يعبر عن كل جوانب الشخصية بصوته وتعبيراته الحركية حتى لحظات انهياره النفسي. فيلم الجزيرة قدم تجربة سينمائية مختلفة جمعت بين الجانب التجاري والجودة الفنية في محاولة لتسليط الضوء على مفاهيم القوة والهيمنة والتقاليد المجتمعية في الصعيد المصري. الفيلم الرابع فيلم شقة مصر الجديدة، اتعرض يوم 14 مارس سنة 2007. إخراج المبدع محمد خان، قصة وسيناريو وحوار زوجته وسام سليمان. الفيلم بيعكس ببراعة مشاعر الحب، الصداقة والوفاء، وبيسلط الضوء على رحلة استكشاف الذات والتغلب على التحديات. قصة بتدور حوالين نجوى، فتاة صعيدية من المنيا تيجي القاهرة بحثا عن مدرستها تهاني، البحث اللي بيتحول لرمز للأمل والحب المفقود. أداء غادة عادل في دور نجوى كان مؤثر، نقلت الشخصية ببراعة من فتاة بريئة بتبحث عن مدرستها إلى امرأة بتبدأ في استكشاف الحب الحي في حياتها. الموسيقى التصويرية كانت من أبرز عناصر الفيلم، خاصة الأغاني الكلاسيكية اللي أضافت بعد عاطفي زي أغاني ليلى مراد اللي كانت بتتردد في الخلفية طول الفيلم، وده خلى الأجواء أكتر سحر وجمال. محمد خان أظهر قدرة كبيرة على تصوير الصراعات الداخلية للنساء، وإزاي إن الأمل في الحياة ممكن يرجع حتى في ظل أقصى الظروف. نجوى كانت بتبحث عن شخص في البداية لكنها وجدت في النهاية نفسها. التغيير في مفهوم الحب من مجرد علاقة إلى حالة من الاستقلالية والعثور على الذات كان ليه تأثير عميق على المشاهد. شقة مصر الجديدة فيلم عن الحب، كمان عن الحرية والمقاومة للأوضاع الاجتماعية، رحلة لاستكشاف الذات وعن شخصيات بتقاوم وبتحاول تلاقي مكان ليها في العالم. الفيلم الخامس وأفضل فيلم سنة 2007 في رأيي فيلم هي فوضى، اتعرض يوم 28 نوفمبر سنة 2007، وده آخر أفلام العالمي يوسف شاهين. شاركوا في الإخراج المخرج خالد يوسف، قصة وسيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن. فيلم هي فوضى تحفة سينمائية بتتناول الفساد كأحد أبطال القصة بعرض وشوشه المختلفة سواء السياسية أو الأخلاقية. بيرسم صورة واقعية لما آلت إليه الأوضاع في مصر خلال الحقبة دي. بيبدأ الفيلم بعرض عالم حاتم اللي قدمه الفنان المبدع خالد صالح، أمين الشرطة القاسي اللي بيحكم بقبضته الحديدية على حي شبرا الشعبي وبيمثل السلطة الغاشمة بأسلوب قمعي. حاتم هو الشخصية المحورية اللي بتدور حواليها القصة، وبيعكس الجانب المظلم للسلطة لما بتسخر لإرهاب الناس بدلا من حمايتهم. الشخصيات الرئيسية الأربعة بتشكل منظومة متشابكة بتعكس الفجوات الطبقية والاجتماعية. نور اللي لعبت دورها منة شلبي مدرسة شابة من طبقة شعبية تمثل الجانب النقي والمقاوم للظلم، بتعيش مع أمها بهية اللي لعبت دورها الفنانة هالة فاخر اللي بتجسد ضمير الشعب وصمود البسطاء كعادة شخصية بهية في أغلب أفلام شاهين. على الجانب الآخر شريف اللي لعب دوره الفنان يوسف الشريف وكيل النيابة النزيه، وأمه وداد اللي لعبت دورها الفنانة هالة صدقي المثقفة اللي بتحمل إرث الحركة الطلابية في السبعينات، ودول بيمثلوا الطبقة الوسطى الواعية والمسؤولة عن التصدي للفساد. رغم الفوارق الطبقية بين نور وشريف، الوعي الاجتماعي المشترك بيوحد بينهم وبيصبحوا رمزين للمقاومة ضد القهر، وده بيعكس رؤية يوسف شاهين في إن التغيير مش هيجي إلا بتكاتف الطبقات. أما شخصية حاتم فبتظهر ازدواجية معقدة، أمين شرطة مستبد حول الاسم إلى معتقل خاص بيعتقل ويبتز ويعذب بلا رادع، وبيؤمن بأن اللي ما ينصعش ليه لا يستحق العيش في مصر. لكن ورا القسوة دي بتستخبى معاناة إنسانية. بيظهر الفيلم لمحات من طفولته القاسية لما نشأ يتيم وتعرض للقهر وسوء المعاملة، وده اللي زرع جواه إحساس دائم بالنقص والحرمان. الماضي المؤلم ده اللي بيفسر انحرافاته النفسية وسلوكه الفاسد عشان يصبح الكبت الجنسي والاجتماعي دافع ورا تصرفاته المريضة. حاتم في الفيلم مش مجرد شخصية شريرة، لكن هو رمز للسلطة الفاسدة، من أول استغلاله للقانون لصالحه لحد استباحة حقوق الناس. كل تصرفاته بتعبر عن منظومة متآكلة بتتستر ورا القانون. الصراع في الفيلم مش بيقتصر على المواجهة بين الخير والشر، لكنه بيتوسع وبيشمل قضايا أكبر. الفيلم بيتناول الرشوة، تزوير الانتخابات، وتغول السلطة على الحريات. الفيلم بيوصل لذروته لما بتتجمع الجماهير لاقتحام اسم الشرطة في مشهد مليء بالرمزية عن التمرد والثورة على الظلم. يوسف شاهين وكأنه كان شايف المستقبل، كأن الفيلم نبوءة للي حصل في ثورة 25 يناير بعد 4 سنين بس من عرض الفيلم. يظل فيلم هي فوضى شهادة حية على زمن مليء بالتناقضات بتصارع فيه قوى الفساد والمقاومة. بينتصر في النهاية فيها صوت الحق ولو على الشاشة بس.
ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من السلسلة، واستنوا في الحلقة الجاية عشان نستعرض مع بعض أفضل أفلام سنة 2008. وقولولي في الكومنتات ترتيبكم الشخصي لأفضل الأفلام. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.